ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم خوتنا جينا نردوا على واحد الفئة معينة من الشعب الجزائري، داكور، بصفتي أنا جزائري جينا نردوا على واحد الفئة معينة من الشعب الجزائري. وقبل ما نبديو، اللي ما عجبهاش الحال يرحل، داكور، اللي ما عجبهاش كلامي أو باينة ما تسمعلاش كاع، داكور. المهم الناس دارت مسيرات يعني في العالم ككل، العالم العربي والمسلم واليهودي والمسيحي والكفار، وقريب ينوضوا اهل قريش اللي كانوا في وقت قريش، هادو قريب ينوضوا حتى هما يديروا مسيرات تنديدا بالقضيه الفلسطينيه. والناس وقفت امام القنصليات الامريكيه والسفاره الامريكيه والقنصليات الاسرائيليه باش يندوا بالمجازر اللي راهم يدير فيهم هذا واسمه اليمين نتنياهو في فلسطين. عندنا واحد الفئه احنا معينه في الجزائر اللي هما حيوانات، فهمت، ما عندهمش عقول، فهمت، وكانهم يريدون يعني زرع بلبله وفتنه ما بين الجزائريين والمغاربه. عرفت وين داروا مسيرات هذو؟ داروهم قدام القنصليه المغربيه، بالرغم من ان العلاقات يعني الدبلوماسيه مقطوعه. يعني هذه القنصليه خاويه ما فيها والو، ما فيها حتى شي حاجه، القنصليه خاويه ما فيها والو، العلاقات مقطوعه، ما كاين والو. سمعت كاين غير ورد هكا محطوط صاي، هذا ما كان. يعني ما فائدة الوقوف أمام السفارة ولا القنصلية المغربية والمطالبة يعني باسمها بفلسطين وكاع؟ ما عرفناش حنا. الناس خرجت ونديت رانا معاك فلسطين، رانا معاك غزة، الله يرحم خاوتنا، كما يقولوا زيدوا في الطريق اللي راكم فيها ويداعيوا منا وهذه وهذه. ولكن الناس ما مشاوش عند القنصلية تاع دولة عربية مسلمة. سمعت؟ إلا كان كيما هكا نتوما هما اليهود تاع الصح، يعني هذه الفئة المعينة هي نتاع اليهود نتاع الصح. سمعت؟ يعني الناس ما غلطوش اللي قال لك الله كما قالوا الكلام اللي قاله هذاك المرحوم ربي يرحمه حسن الثاني تاع المغاربه، قال يعلم الله مع من حشرنا في الجوار. ومانيش نعمم بصفه عامه ككل، واللي ما عجبكش كلامي خلي لي في كومونتير كما يقولوا في التعليق، خلي لي كلمه ولا زوج بان كلامي ما عجبكش، داكور، ورايح ندير لك فيديو ليك انت سبيسيالمون باش يولي كلامي ما يعجبكش نتاع الصح. هذه باش تكون كما نقولوا على صوره واقعه. ماشي المغرب اللي راه يضرب في اسراء، عفوا، ماشي المغرب اللي راه يقاتل ويحارب ويقتل في فلسطين، لا لا، راكم غالطين. وليو شويه كما يقولوا ديروا هكا لعقلكم، شربوا دواكم، فهمت؟ ولا واش كاين جماعه الصاروخ والاكستازي وكاع؟ هذه قنصليه تاع المغرب ماشي تاع امريكان. سمعت؟ روحوا عند امريكا، الا كانت فيكم هكا الرجله والريحه تاع الرجال، روحوا عند القنصليه تاع امريكان وديروا هذاك اللي درتوه قبل ما يخرج واحد فيهم يهضر معاكم يقتلوكم بالضرب. سمعت؟ يخبروكم في الحباس، اقسم بالله العظيم غير يخبروكم في الحباس. ما كاش اللي يزيد والديكم تتوحشوهم. روحوا الا كنتوا رجال، روحوا عند القنصليه تاع امريكا وديروا هذاك اللي درتوه. نحكي على هذيك الفئه المعينه اللي مشات وقفت عنده اسمع عند القنصليه تاع المغرب، بالرغم من ان العلاقات مقطوعه وما كان والو. ماشي هذه حرب ما بين المغرب والجزائر، هذه اسرائيل مع فلسطين. سمعت؟ هذه اسرائيل مع فلسطين. يعني ما دخل المغرب ما الدخل تاعه. يعني كونوا واقعيين، يعني باش نكونوا بصوره واضحه، ما دخل المغرب، ما دخل الشعارات التي تسب المغاربه. واش كما يقولوا جاكم المغرب على العين العمياء ولا واش؟ خص الواحد يكون كما نقولوا تايق في راسه وعنده الثقه مع الله سبحانه وتعالى. هاد المغاربه مسلمين، وهذوك التونسيين مسلمين، وهذوك الليبيين مسلمين، وفي مالي عندنا عاود نسبه تاع مسلمين، وفي النيجر كذلك، وفي موريتانيا المسلمين. هذه دول الجوار، يعني تلاحم شمال افريقيا ونجتمعوا بيناتنا احسن حاجه. درك انت كتبقى تشوف فئه معينه يعني من الشعب الجزائري يخرجوا ويمشيو يوقفوا امام قنصليه اللي هي تاع دوله عربيه مسلمه، وهذه القنصليه هي مغلوقه، يعني غير العلم نتاعهم باقي مرفوع تماك هكا رافديناه، ويبقوا يقولوا نحن لسنا مطبعين. هذه الدوله اللي راكم تسبوا فيها وتعايروا فيها وتوصلوها بالهضره ياك. ومانيش انا مانيش ندافع على المغاربه، اقسم بالله العلي العظيم انا ندافع بانكم انتم لا تمثلون الا انفسكم، بانكم انتم مجرد يعني حيوانات بصفه عامه. سمعت؟ انتم مجرد حيوانات. وكما قلت لك الله اكبر الحق، اقسم بالله العظيم الله اكبر الحق، الادر يأدب. يعني كونوا واقعيين مع انفسكم، ما تبقاوش تزيدوا كما نقولوا الزيت في النار وكاع. يعني انت تخرج تمشي عند القنصليه تاع المغاربه كاين غير العلام تما، هذا واش كاين. الا كانت فيكم الريحه تاع الرجال روحوا عند القنصليه تاع امريكا، روحوا عند القنصليه تاع فرنسا. لو كان تروح عند القنصليه تاع فرنسا على بالك واش يجيك تبون اون بيرسون، هو يحضر، تبون يحضر. روح عند القنصليه تاع فرنسا ودير هذاك اللي درتوه تما، تبون يحضر اون بيرسون. سمعت ولا لا؟ السراويل تاع وحدكم يقلعهم لكم، اقسم بالله العلي العظيم. روح عند القنصليه تاع فرنسا. سمعت؟
132 عام 132 عام وفرنسا دارت فينا العجب. سمعت؟ حرق، قتل، اغتصاب، تشريد، مجازر، سياد جربت فينا النووي. هل يوجد منكم جزائري تجرأ ووطأت قدماه على مشارف وعلى ابواب قنصلية فرنسا؟ حتى شي واحد. غير البلا بلا فيكم، والسلام عليكم.